استاذ احمد، انتوا فعلا شطبتوا حمزه نمره من عضويه النقابه؟ ده كلام مظبوط جدا. انا واخد قراري على صوره واغاني بتذاع في القناه، وعلى ان في جزء كبير من الجمعيه العموميه تقدم بشكوى ضد هذا الحمزه. انا مش اخوان طبعا ولا حد، يعني في عيلتي كلها له علاقه بالسياسه من اول، يعني ابعد جد اعرفه لحد دلوقتي ما حدش اعرفه في حواليا حتى دخل في السياسه، حتى بما فيهم انا نفسي. يعني انا كل اللي انا عملته ان انا بس قلت عبرت عن رايي. سنة 2015 فجأة بقى اسم حمزة نمرة وسط جدل كبير، وبعدها اختفى عن المشهد المصري. ناس قالت انتهى وناس قالت مش هيرجع تاني، لكن اللي حصل بعد كده كان عكس كل التوقعات، لان الفنان ده وهو بعيد كان بيحقق اكبر نجاحات في مشواره. ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده. معايا ببكرة جاي بلدي، وانا نفسي اروح بلدي واقول لك غير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، معلش يا معلش الدنيا لو يا دراعي، إنسان جواك وجوايا. قبل ما ابدا حابب اشكر كل الناس اللي دعمتني في التعليقات، وان شاء الله اقدر اقدم لكم قصص مميزه عن حياه المطربين في الوطن العربي، ويا ريت لما اغلط في حاجه يعني صححوا لي، وان شاء الله هعدلها بعد كده. واللي عنده اقتراحات يكتبها في التعليقات، الاسامي اللي هتتكتب كتير في التعليقات هنعمل عنها. شكرا ليكم على دعمكم، ويلا بينا نبدا. في 15 نوفمبر سنة 80 اتولد حمزة نمرة لأسرة مصرية مقيمة في السعودية، وقضى طفولته كلها هناك. لكن بعد وفاة والدته ودخول أخته مرحلة الجامعة، قرر والده يرجع بيهم على مصر عشان أخته الكبيرة تكمل دراستها في كلية الطب. وفعلا سابوا حياتهم في السعودية وبدأوا حياتهم من الصفر في مصر. والد حمزة كان دايما بيحب يسمع كل أنواع المزيكا، سواء كلاسيكي أو شعبي قديم أو جديد. فكبر حمزة وهو متعود على البيت اللي مليان مزيكا، ومع الوقت بدأ شغفه بالمزيكا يزيد، خصوصا بعد ما والده اشترى ليه آلات موسيقية في البيت. وقتها فضل حمزة يجرب ويلعب على الآلات يوم ورا التاني، لحد ما بالصدفة وهو عنده 12 سنة بس قدر يعمل أول لحن الأغنية في حياته. ومن بعد الخطوة دي بدأ يجرب تاني ويحاول يطلع ألحان لأغاني تانية، لحد ما حس إن شغفه بالمزيكا ما بقاش مجرد تسلية وخلاص، ده بقى شغف حقيقي وعايز يطوره، وعشان كده قرر يهتم بيه أكتر. فضل فترة طويلة يتعلم من أساتذة ويطبق اللي بيتعلمه بين أصحابه، لحد ما حس إنه عاوز يخرج الشغف ده للناس بره، وعشان كده قرر يشارك في حفلات المدرسة ويلحن للمسرحيات ويشارك في أي حاجة تيجي قدامه ليها علاقة بالمزيكا. وسط كل ده كان حمزة لسه مكمل طريقه في الألحان، وفي وقت فراغه كان بيحاول يعمل ألحان كاملة لأغاني، لحد ما جه يوم ولحن أغنية وكتب كلماتها وقرر يسجلها بصوته عشان يسمعها لاصحابه في المدرسة. ومن هنا اكتشف حمزة جانب جديد في موهبته، لما كل اصحابه اجمعوا ان صوته حلو ومميز، وساعتها بس فهم ان الغنى نفسه ممكن يكون طريقه الحقيقي، وعشان كده بدأ يدور على الفرصة اللي تفتح له باب المشوار، لحد ما بالصدفة عرض عليه واحد صاحبه انه ينضم لفرقة اسمها الحب والسلام اللي اسسها الموسيقار نبيل البقلي. الفرقة دي كانت امتداد للفرق الغنائية الكبيرة زمان زي فرقة المصريين لهاني شنودة والاصدقاء لعمار الشريعي، ولكن بعد فترة من توقفها قرر نبيل يرجعها تاني مع بداية الألفينيات، بس بروح وستايل يمشي مع المزيكا اللي كانت طالعة في الفترة دي. والفكرة دي حمست حمزة جدا، خصوصا ان الفرقة كان ليها اسم كبير واكيد هتكون محطة قوية ومميزة في بداية طريقه. وفعلا دخل الفرقة، ومع انضمامه ليها بدأت شخصيته الفنية تتشكل وموهبته تكبر يوم بعد يوم. لكن بعد ما بدأ يتأقلم مع الجو ويثبت نفسه، حصلت الصدمة اللي محدش كان متوقعها، وهي ان الموسيقار نبيل البقلي دخل في صراع مع المرض، وبعد فترة قصيرة جدا اتوفى. الخبر ده كان بمثابة صدمة كبيرة لحمزة، لانه حس انه هيرجع تاني لنقطة الصفر. ولكن بدل ما يستسلم للي حصل، قرر انه ياخد الخطوة اللي هتغير حياته تماما ويفتح لنفسه طريق جديد وخاص بيه لوحده. الخطوة دي جات له بالتحديد سنة 2004 مع دخوله مرحلة الجامعة. في الوقت ده قرر انه يكون فرقته الخاصة مع مجموعة من اصحابه في الكلية، وفعلا جمع حمزة شباب زيه وكونوا فرقة اسمها نميرة. ومع الفرقة الصغيرة دي بدأ يعمل شوية حفلات بسيطة في اسكندرية يغني فيها اغاني من تأليفه وتلحينه. قعدنا مثلا سنتين ثلاثة بدأنا عملنا شوية حفلات في اسكندرية. وقتها بقى كان مثلا أغنية احلم معايا، كنا واحنا صغار، اغاني بقى وقتها يعني غنيتها يعني. لكن بعد كام سنة حمزة واصحابه اتخرجوا من الجامعة، وكل واحد بدأ يمشي في طريق مختلف، وده خلى الفرقة تتفكك تماما. تفكك الفرقة ما خلاش حمزة يستسلم ولا يفضل واقف في مكانه، بالعكس قرر انه هيكمل المشوار لوحده من غير فرقة. وفعلا بدأ يدور على اي فرصة قريبة من عالم المزيكا لغاية ما اشتغل مهندس صوت في شركة انتاج. ولكن مع الوقت حس ان الشغلانة دي مش هي اللي عايز يكمل فيها باقي حياته، وان جه الوقت اللي لازم يطلع فيه للنور ويبدأ مشواره كمطرب حقيقي. وفعلا بدأ حمزة ياخد مشواره بشكل جدي اكتر ويشتغل على اول عمل فني خاص بيه. وفعلا في سنة 2008 نزل بأول ألبوم رسمي ليه على الساحة، واللي كان ألبوم احلم معايا، اللي كان بوابته الحقيقية للطريق اللي حلم بيه. الألبوم ده ضم مجموعة أغاني قديمة لحمزة كان بيغنيها من قبل الشهرة، زي كنا واحنا صغار، ويا طير، ويا رب. كنا واحنا صغار نحب القمر اكتر، طير
أسير محبوس. وبرغم انه كان اول البوم ليه في مسيرته الا انه قدر يحقق نجاح مميز، والنجاح ده شجعه يكمل في عالم الفن بقوه. وفعلا بدا يشتغل بعدها على البومه اللي جاي، وهو البوم انسان اللي نزل في عز احداث ثوره 25 يناير. إنسان جواك وجوايا. الالبوم ده قدم فيه حمزه اغاني عبرت عن حال البلد والفتره الصعبه اللي كانت بتمر بيها، زي اغنيه تذكرتي والميدان وهنسى. حب البلد بيعيش لما يموت الجوع، انت واحد من اللي نزلوا في الميدان. هنسى احزاني افرح بالفرحه بجد لسه. وكان معاهم مجموعه من الاغاني اللي لمست المصريين، والحقيقه ان ده كان السر الرئيسي في نجاح البوم حمزه، وسط ظروف وقتها خلت اغلب البومات الفنانين تتاثر او تفشل. اغاني البوم انسان كانت اغاني مختلفه عن كل الالبومات اللي بتطلع في الوقت ده، كانت اغاني بسيطه بتتكلم عن حال المصريين، وبالتالي ده كان السر الرئيسي في نجاح الالبوم ده. كمان اغاني الالبوم ده من كتر ما كانت بتوصف الفتره دي بشكل قوي خلت الجمهور يربطوا على طول بالثوره، وبقى يلقبوه بمطرب الثوره في الفتره دي، وتحديدا من بعد سنه 2011 وبدا يحصل احداث كتير من انتخابات دستوريه ورئاسيه في مصر لحد وصول الاخوان للحكم وبعد فتره عزلهم. وللاسف الاحداث دي دايما كانت بيصاحبها عنف كبير، واللي على راسها طبعا احداث فض رابعه، ده غير حوادث العنف الطائفيه الكتير اللي حصلت، والخناقات اللي كانت مستمره بين الناس بشكل كبير على مين ثوره ومين فلول ومين اخواني. وفي وسط الموجه دي بينزل حمزه باغنيه واقول لك ايه، اللي كانت بتتكلم بشكل صريح عن اللي حصل. الاغنيه دي كانت مدتها 4 دقايق ونص، لكنها قلبت الدنيا بكليبها اللي اتصور فيه نماذج لناس مختلفه، مسلم ومسيحي، شرطي ومدني، شباب وشيوخ، ثوري ومؤيد، لكن بتجمعهم حاجه واحده وهي الانسانيه والوطنيه ايا كانت افكارهم. مع نزول الاغنيه كتب حمزه بوست على صفحته كان بيوجه فيه رساله لكل المصريين، قال ان الاغنيه دي بيعتبرها النداء الاخير لكل واحد فينا، وكل املي اننا نشوف احنا وصلنا لايه، وقال انه لاول مره انه حاسس انه خايف بجد. الاغنيه دي نزلت في توقيت حساس جدا، واللي صادف الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير، وفي 3-4 ايام بس كانت وصلت ل 2 مليون مشاهده، ومن هنا عملت ضجه كبيره جدا على السوشيال ميديا وكمان في الاوساط السياسيه. لكن في وسط كل التصريحات والجدل والهجوم اللي كان بيتعرض ليه من الاعلام في الفتره دي، حمزه ما اهتمش باي كلام ونزل بعدها وتحديدا في 11 ديسمبر 2014 بالبوم اسمعني. اللي كمل بيه على نفس الخط اللي بيلمس هموم الناس والبلد باغاني زي يا مظلوم ومع السلامه وضلمت كده ليه. يا مظلوم ارتاح ومع السلامه السلامه، هي ضلمت كده ليه اللي وداني جبني. والحقيقه ان الالبوم ده قدر يحقق نجاح وصدى جماهيري واسع، كمل بنجاحه على السكه اللي رسمها في اعماله قبل كده. لكن وسط الانطلاقه الكبيره دي ومع النجاح اللي كان بيزيد بسرعه يوم بعد يوم، بدات كل حاجه تاخد شكل تاني خالص، شكل مختلف تماما عن اللي كان حمزه كاتبه ورسمه في خياله. لما جت سنه 2015 وبعد نجاح البوم اسمعني، طلع قرار من نقابه المهن الموسيقيه عمل هزه كبيره في مصر، وهو قرار وقف حمزه نمره عن الغنى، والسبب انه منضم لجماعه الاخوان، وان اغانيه في اخر فتره كانت مربوطه بشكل صريح عن حل البلد والمظلومين، وده اتاخد كدليل ضده. واللي اكد الكلام ده عند الناس وقتها هو سفره وخروجه من البلد في نفس الفتره. الخبر انتشر بشكل مرعب، والجمهور اتصدم صدمه كبيره، ازاي في يوم وليله يحصل كل ده، وازاي مطربهم المفضل يتوقف فجاه عن الغنى. اللي فاكر الفتره دي في تاريخ البلد يسيب لنا تعليق. وبدات حمله واسعه من الجمهور رافضه لقرار النقابه وبتدافع عن حمزه بكل قوه. وبعد الضجه دي كلها النقابه رجعت اصدرت تصريح جديد بتنفي فيه الخبر تماما، وقالت ان منع حمزه مجرد اشاعه مفيش ليها اي اساس من الصحه، ومسحت كل التقارير اللي كانت بتاكد وقفه. ومن بعد تصريح النقابه فضل الجمهور مستني اي نزول لحمزه لمصر عشان يتاكد انه لسه موجود في الساحه الفنيه هنا، لكن ده ما بيحصلش، وبيفضل حمزه بره البلد، لا بيطلع ياكد ولا بينفي اي حاجه حصلت معاه، وكانه كان منفي فعلا من النقابه. ويمكن عشان عارفين ان نزوله البلد بقى صعب قرروا يطلعوا التصريح ده عشان يهدوا الهجوم اللي عليهم. لكن برغم وجود حمزه بره مصر الا انه ما كملش في الاستسلام، وكمل مسيرته بشكل جديد ومختلف خالص عن اللي اتعودنا عليه، لانه قدم في الفتره دي برنامج اسمه ريميكس. فكرة البرنامج كانت مبنية على انه يقدم مجموعة من الاغاني من ثقافات وتراثات مختلفة، ويعرف الجمهور بحكاية كل اغنية واصولها التاريخية. والحقيقة ان البرنامج خد اقبال جماهيري ضخم وحقق نجاح غير عادي، لدرجة انه استمر واتعمل منه 3 مواسم كاملة. وطبعا المواسم دي كلها اتصورت بره مصر وتحديدا في لندن، لان لحد الفترة دي حمزة ما كانش لسه نزل مصر خالص. وفي وسط النجاح الضخم اللي حققه برنامج ريميكس، فاجئ حمزة جمهوره بخطوة كان كتير مستنيها، وهي رجوعه لعالم الالبومات بعد فترة الغياب الطويلة
طويله عن السلسله دي. في سنه 2020 نزل حمزه بالبوم مولود سنه 80، الالبوم اللي ما كانش مجرد عوده عاديه، ده كان بمثابه ضربه قويه اعلن بيها عودته للساحه الفنيه من تاني بقوه، وده عشان الالبوم ضم مجموعه اغاني عملت ترند قوي في مصر والوطن العربي وعلمت مع الناس بشكل غير عادي. فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة، معلش يا معلش دنيتنا لو يا دراعي شكلها الوقعة الأخير. وبسبب الالبوم ده قدر حمزه يرجع لساحه الالبومات من تاني بقوه، وفي وسط النجاح الضخم اللي حققه الالبوم وفي الوقت اللي الجمهور كان مستني يشوف خطواته الجايه، فاجئ حمزه الكل بصوره نشرها على السوشيال ميديا من اسكندريه واللي اكد بيها رجوعه لارض الوطن. وما كانتش دي المفاجاه الوحيده، ده كمان اعلن عن ميعاد اول حفله ليه في مصر بعد غياب سنين طويله، والحقيقه الاخبار دي رجعت فتحت باب النقاش والجدل من تاني عن سبب اختفائه طول الفتره دي، وهل كان مشطوب فعلا من النقابه ولا لا. بس حمزه كالعاده ما كانش مهتم يرد على الكلام ده. الموضوع هي بس كان مسألة الإشاعات اللي حصلت والمشاكل اللي حصلت فيما يتعلق النقابة وما شابه يعني، وده كان خلاص وقت كان عدى، وأنا دلوقتي أموري كلها قانونية. ومن بعد التصريح ده بقينا نشوف حمزة في مصر بشكل طبيعي وعادي جدا زي الأول، وبقى يقدم حفلاته في مصر كل فترة، ده غير إنه كمل مسيرته في عالم الألبومات بأعمال قوية جدا زي ألبوم رايق وتقيل وراس قلبي في اللي جاي، وألف شكر للي بقى القمر قرب هنا أسهر معاه، وألبوم قرار شخصي رقم 1. مساكين يا سهرانين اللي شادق في الدنيا رحالة، وأخيرا ألبوم يحكي يا قلبي عشان ترتاح، احكي يا قلبي عشان ترتاح، ويا وانا هرتاح ويا هم سيبني حلني وانزاح، حتى ما بكيت كان خير ورضا. الألبومات اللي قدرت كلها تحقق نجاح جماهيري كبير. وهنا بقى نيجي للنقطة المهمة، يمكن سنين الغياب الطويلة عن مصر خلت ناس كتير تفتكر إن حكاية حمزة نمرة خلصت، وإن الفنان اللي كان مالي الساحة في يوم من الأيام بقى مجرد ذكرى. لكن لو بصينا على رحلته كلها هنكتشف إن الغريب مش إنه غاب، الغريب إنه فضل حاضر وهو بعيد. في الوقت اللي اسمه كان غايب عن أخبار الوسط الفني المصري كانت أغانيه بتكمل طريقها لوحدها، ألبوماته بتنزل وجمهوره بيكبر وبرنامجه بيوصل لكل بيت في الوطن العربي، كأن المسافة والبعد كانوا بينه وبين مصر، لكن عمرهم ما كانوا بينه وبين قلوب جمهوره. ولما رجع يقدم حفلاته من جديد ما كانش راجع عشان يبدأ من الأول، كان راجع يكمل طريق عمره ما وقف أصلا. وعشان كده يمكن أدق وصف لرحلة حمزة نمرة هو إنه اختفى من المشهد المصري لفترة، لكنه عمره ما اختفى من الفن ولا من قلوبنا. إيه رأيكم في حكاية حمزة نمرة؟ وتقترحوا نتكلم عن مين في الفيديو اللي جاي؟